احداث الشوط الاول. معاه ضياء السكران محمود البنا كفر سالم من ناحيه الشمال يلعب على طول لستانلي، عايز يعدي ستانلي مضغوط عليه، يلعب واحده عرضيه تخبط مع نادي دجله، وادي العرضيه معديه الناحيه الثانيه، لسه تامر محب بيلحق يلعبها، تامر محب قصيره مقطوعه حسام غالي، غالي يلعب على طول وتاني يطلع دفاع النادي الاهلي، ترجع تاني الكرة رايحة جاية توصل على طول في نص الملعب، وادي دودو الجباس، دودو حلوة ما فيهاش حاجة، فيها راية، لا فيها راية حامد فيصل أكتر من فاول في اللقاء. وادي واحدة طولية، دودو الجباس بيحاول يستلم تتقطع ترجع تاني لورا، ملعوبة ناحية اليمين لمهاب سعيد، مهاب طالع له تامر محب يلعبها، دودو عايز ياخدها براسه، لسه ستانلي، لسه الكرة في اللعب، ستانلي بيلم وعايز يعدي وشاط وفوق وضربة مرمى، عدى وشاط يلعب لمحمد نجيب بيضغط معاه على طول دودو جباس، محمد نجيب حسين السيد، استلام من حسين يلعب حلوه لوليد اللي جاي من الناحيه الثانيه، وليد يلعب واحده عرضيه يطلع على طول الدفاع، ترجع وتصويبه وحشه رمضان صبحي، خدها كده من سريعه تتلعب، ادي اللعبه بتتعاد لنا تاني بتاعت النادي الاهلي، وكره رمضان صبحي اتلعبت لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد بيلم معاه رمضان باسم مكمل، باسم عرضيه ويطلع الدفاع وتطلع وتبقى الركنيه الاولى للنادي الاهلي. ادي اللعبه ايه تاني، ادي اللعبه الحلوه وباسم بيلعب العرضيه وعلى طول في الميعاد، ريه اولى للنادي الاهلي. وليد سليمان يلعب وياخد تاني، وليد يلعب العرضيه حلوه يا ولد ويطلع للنادي الاهلي. ادي اللعبه، ادي حسام على طول وادي هيثم بيطلع الثانيه للنادي الاهلي. وليد سليمان لعب وفرصه ضايعه وفين في الست ياردات، فرصه كبيره ضايعه للنادي الاهلي. ادي اللعبه تاني فرصه كبيره، حسام غالي برضه، ادي وليد سليمان وادي حسام غالي وجنب القايم، وفرصه تاني توصل تاني على الدايره، يطلع تاني كره طويله وعاليه، بترجع محمد عادل بيلعب، ترجع تاني توصل لرمضان، استلام من رمضان صبحي وعايز يعدي ودخل لجوه رمضان، يلعبها على طول عبد الله لرمضان، ورمضان عايز يكمل جول رمضان صبحي، الهدف الاول للنادي الاهلي رمضان صبحي في الدقيقه 13، اتعملت حلوه دربكه من دفاع وادي دجله، رمضان صبحي يكمل يعمل ال1-2 على طول مع عبد الله السعيد، يروح ويحطها على شمال هيثم. ادي اللعبه تاني، راح رمضان هنا بقى، شوف هنا الخوف من الدفاع، انفتاح في قلبي الدفاع، وهدف اول للنادي الاهلي في الدقيقه 13 رمضان صبحي. ادي عبد الله السعيد، ادي رمضان، ادي هنا التغطيه مش مظبوطه بالاثنين قلبي الدفاع، بيلم كورته تامر محب ويلعب واحده عند مهاب سعيد، بيلم الكوره مهاب وعايز يعدي، لسه مهاب مضغوط عليه اثنين، حسين السيد صفاره والفاول على حسين، بدي اشاره ضياء السكران المساعد الاول. ادي اللعبه ايه فعلا ساعدها لنا زميلنا حسام منصور، ومدي القرار حكم اللقاء الدولي محمود البنا. طارق سليمان وتامر محب على اللعبه، لعب واحده طويله ومعديه الناحيه الثانيه، وعلى طول مبدا السلام هيطلع يرجع ورا لحامد فيصل، يلعب لمين بيدور على محمد عادل، عايز يعدي معاه على طول حسام صفاره والفاول على حسام عاشور، فاول. ادي اللعبه تاني ومدي الحكم القرار، والفاول مهاب، طالع رجب نبيل، طالع سامح الفضيل، وتاني على طول بيطلع عمرو جمال هو اللي راجع، ولا مين، ولا عمرو جمال راجع، والبطوله الثانيه في بطوله الكونفدراليه الافريقيه. ونشوف بعد اللعبه دي حسين السيد ويطلع هيثم، طلع هيثم والترجي 3-0 يتصدر المجموعه يليه النجم الساحلي، وبالتالي مباراه مهمه هيتلعب الترجي مع النجم الساحلي في استاد رادس. في استلام لنجيب يلعبها على طول وبسطين 3 ترجع لحسام عاشور، حسام عاشور بيلم ورا سواء محمد عادل او حامد فيصل او عبد العاطي او مهاب سعيد. هنشوف ونتابع. ادي دودو الجباس وصفاره والفاول لصالح نادي دجله. بنلعب في الربع ساعه بدأ مشاهدي التلفزيون المصري ونايل سبورت من احداث الشوط الاول، وضربه حره مباشره لصالح دودو الجباس مع شريف حازم. ادي البنا وادي بتتعاد لنا مع زميلنا حسام لصالح نادي اتلعبت، وادي على طول ستانلي شايط قلشه خالص ولمست وتطلع قدم اليسرى. محمد عبد الله ولا يلعب، لعيبه عاليه، واحمد عادل طالع من اعلى نقطه ماسك.
اتلعبت على طول لغالي، ادي اللعبه على طول، وادي احمد عادل على طول مسك غالي. رمضان بيلم كورته، رمضان يلعب لحسام عاشور، حسام عاشور لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد وعايز يجرب ولا ايه؟ بيلم وعايز يجرب ويلعبها كده بليسنج لصالح نادي دجله. 38 دقيقة 37 وبنلعب في الدقيقة 38، وادي كرة عبد الله السعيد، يا سلام اتلعبت لحسام عاشور، حسام عاشور باص حلوة حلوة حلوة، عمرو جمال عمرو جمال عمرو جمال والهدف الثاني، عمرو جمال بعد غياب والهدف الثاني للنادي الاهلي. بقول لحضراتكم النادي الاهلي بيلعب كوره مباشره جميله، بيوصل باقصر الطرق للمرمى، وعمرو جمال ويا ولد يا فتحي يا مبروك، فتحي مبروك حقيقه عامل خلطه سحريه جميله، وعمرو جمال الهدف الثاني للنادي الاهلي في الدقيقه الاولى من الوقت بدل الضايع. ادي عمرو جمال استلم، حط رجله بهدوء، لحظه هيثم مخارج حطها من تحت ايده، الهدف الثاني. لكن اتعملت جمله جميله جميله واخطاء قاتله في خط ظهر دجله، تامر محب، سامح عبد الفضيل، رجب نبيل، سيد سالم، وبن كان اقلهم يمكن شويه سيد سالم، حطها له بشكل جيد 2-0. وها هي صافره محمود البنا. اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري، ينهي احداث الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي 2-0 بهدفين رمضان على شمالنا النادي الاهلي. بدانا صافره حكم اللقاء محمود البنا، وهنقول سريعا الاهلي احمد عادل عبد المنعم، باسم علي، محمد نجيب، شريف حازم، شرم الشيخ. وفي نفس التوقيت هيكون لقاء الزمالك والاسماعيلي المؤجل، ثم يسافر على بركه الله الى مالي، لقاء ملعب مالي الجوله الثانيه. نشوف رمضان صبحي عرضيه، وادي واحده حلوه من عمرو عادل اللي نزل. قلنا لحضراتكم بدلاء النادي الاهلي شريف اكرامي، وادي واحده بره وتطلع وتبقى ايه؟ تبقى ضربه ركنيه. تامر محب على اللعبه، تامر وبيلعب تامر، والنادي الاهلي بيفكر في تغييره الاول، واتلعبت على طول توصل لدودو الجباس، دودو وعايز يعدي دودو وشاط، واحمد عادل لقطها على طول. احمد عادل عبد المنعم النهارده كان بيأدي بشكل جيد. السبع دقايق الشوط الثاني نادي دجله هو اللي بادئ افضل في السيز، وسعيد احمد الاداريين، عبد الله محسن، هاني رشاد، احمد سامي، خالد حموده، دكتور ايمن الشربيني هيخرج وهينزل. لا والله مؤمن زكريا على حساب وليد سليمان. اول تغييرات النادي الاهلي كنت بقول لحضراتكم بين الشوطين، مؤمن زكريا كان بيساعد دجله، مهاب سعيد يطلع تامر محب من ورا، تامر ودودو جباس، ستانلي جنب القايم، ستانلي بياخدها في اخر الهدفين والشوط الاول الجميل اللي عمله فيه هدوء في اداء. ادي كوره ستانلي جنب القايم، وهيلعب ضربه المرمى احمد عادل عبد المنعم. احمد عادل يلعب واحده طويله مع نادي دجله، مهاب سعيد ماشي، مهاب يلعب لستانلي، وستانلي يلعب لمهاب، ومهاب عايز يعدي مقطوعه، وتاني صفاره لمسه ايد على جنبها مهاب. ادي اللعبه تاني، ومين اللي هيلعب؟ سيد سالم يلعبها تخبط في الحيطه على طول، وادي واحده في بطن لاعب وتتلعب على طول ناحيه 45 محمد عبد العاطي. هيخرج محمد عبد العاطي في صفوف نادي وادي دجله، وهينزل رقم 16 كامامبا. هتتلعب عبد الله السعيد، عبد الله يلعب واحده، عبد الله طويله وفرصه ضايعه. ادي كره عبد الله، كان مؤمن ومتعب، ادي الكره معديه، وادي على طول بتتلعب من متعب جنب القايم. ادي متعب ومؤمن يلعب كامامبا ماشي، عايز يعدي كامامبا يلعبها لستانلي، وجول ستانلي، عدى برضه نفس الخطر ونفس العيب، وستانلي على طول بيجيب الجول، و2-1. بقول خطر وهي بتتلعب، والدقيقه 32 اعزائي مشاهدي التلفزيون المصري ونايل سبورت، ستانلي يجيب الهدف الاول. ادي خطا وادي عدى، خروج لاحمد عادل ما ظبطش، وستانلي بيحطها، والهدف الاول لنادي دجله. ستانلي في الدقيقه زي ما قلت لحضراتكم محمد عادل، عمرو مرعي يبقى تغيير هجومي كابتن حماده صيدي بيعمله
في التسع دقايق اللي فاضله من الوقت الاصلي بينزل عمرو مجد سالم وعايز يلعب لمين؟ لعب لستانلي، وستانلي بيلم ويخش لجوه يلعب لكامامبا، كامامبا جاي من ورا سريع سريع كامامبا وشايط وسهله في ايد احمد عادل. ما بيجي مهاب سعيد من ناحيه اليمين، لا في خطوره لنادي دجله في الشوط من زكريا يلعب لعبد الله السعيد، عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لو بص على طول تريزيجيه قطع كويس، تريزيجيه قطع كويس، تريزيجيه تريزيجيه يا راجل يا راجل يا راجل، فرصه كبيره ضايع مهاب ادي اللعبه اهي، وادي قطع تريزيجيه قطع كويس راح كويس لكن طولت منه وفرصه ضايعه، اتلعبت على طول توصل لسامح حفاضيل، كل من يجيد ضربات الراس، ودي واحده طويله وعاليه ودي على طول بالراس سهله من سامح حفاضيل في ايد احمد عادل عبد المنعم. احمد عادل بيهدي اللعبه. احمد بدانا الدقيقه 44 يلعب لحسام غالي، وغالي يلعب واحده طويله، دور يلعب لعبد الله السعيد، باسم علي فتح له، اتلعبت لباسم علي تاني، ماشي باسم يقدر يلعب العرضيه، يقدر يلعب العرضيه، لعب العرضيه مؤمن زكريا، مؤمن زكريا ولا متعب يخلصها، يخلصها على طول، يخلصها الهدف الثالث، الهدف الثالث، الهدف الثالث يخلصها، بقول يخلصها اهي، ادي كورة باسم، ادي كورة باسم، وادي العرضية، وادي عماد متعب، عماد متعب يخلصها يا جماعة، هو ده عماد متعب، عماد متعب يخلصها، والهدف الثالث، الراجل متأثر ليه حق، النادي الاهلي فاق كده بعد الهدف، وادي واحدة والثانية، ومؤمن زكريا ماشي يلعب على طول لمتعب، متعب يلعب عبد الله، عبد الله يلعب لمؤمن، ومؤمن على طول مباشرة حلوة لكن ضعيفة شوية، وثلاث نقاط مهمين جدا يعود النادي الاهلي بيهم الى المركز الثاني برصيد 71 نقطة. يلعب على طول، ومع اعزائي مشاهدي نايل سبورت والتلفزيون المصري صافرة حكم اللقاء محمود البنا ينهي احداث هذا اللقاء بفوز الاهلي